السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم بصارة، أكلة شعبية وسهلة وبسيطة. معايا نص كيلو فول مدشوش، معايا بصلاية وتوم وخضرة كزبرة وشبت وبقدونس، من كل حاجة حزمتين. معايا مية سخنة مغلية هنزل فيها بالفول، نص كيلو كده من الفول، الثوم والبصل هنزل بالخضرة كده بنص الخضرة بس، واسيب نصها هتشوفوا معايا وانا بحط برضو في الاخر. لما الفول كده يخش في السوا هحط نص الخضرة التانية عشان تبقى خضرة ولونها حلو كده. البصارة داخلة معايا في السوا اهياتي، دلوقتي هحط لها رشة من الفلفل الاسود والكزبرة والكمون، اقلبهم كويس تاخد قلبة واحدة، وهنزل عليها باقي الخضرة. البصارة كده استوت معايا والفول استوى معايا كده كويس كده. تمسك الفولية كده بايدك تلاقيها استوت. هنزل بباقي الخضرة بقى اللي سبتها في الاول، تاخد غلوة واحدة بس واطفي عليها النار عشان تبقى محتفظة بلونها الاخضر. تاخد غلوة بس معايا كده واطفي عليها النار على طول. اعمل لها بقى البصلة اللي بتبقى على وش البصارة كده الحلوة من فوق. نزلت معلقتين من الزيت، وانزل ببصلتين كده مقطعهم جوانح، حمرهم بقى كويس ياخدوا اللون الاصفر الحلو كده. يا ريت لو معايا كده وصلتوا معايا للفيديو كده، يا ريت ما تنسولوش باللايك والاشتراك في القناه. البصاره خدت الغلوه بتاعتها كده وطفيت عليها النار تهدى معايا، واضربها في الخلاط تشوفوها ان شاء الله وانا ضربها في الخلاط. البصاره ضربتها في الخلاط وشايفين لونها وريحتها خطيره. نظبط الملح بتاعها، معايا ملح كده، اقلبها كويس. هنزل عليها بمعلقه سمنه، ما تبخليش عليا باللايك كده لو عجبك الفيديو. مولعه عليها النار هتغلي شويه واطفي عليها. البصاره استوت معايا وهطفي عليها النار. ايه دي شكل البصاره بعد ما خلصتها وغرفتها. حطيت عليها البصل اللي حمرته، عملت جنبها شويه بدنجان وطماطم كده بالدقه. ايه رايكم فيها؟ لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه، ما تبخلوش عليا باللايك.